صباح الخير، عاملين ايه؟ معانا بقى مخدات العسل او البغاشة. يلا بينا نعمل العسل بقى. معايا كوباية من السكر، كوباية من المية، ومعلقتين كبار من عسل الجلوكوز. هنقلبهم مع بعض على البارد كده، وبعد كده نرفعهم على النار وهوطي عليهم يغلوا لمدة 10 دقايق كده، واقفل واحط بقى موارد او فانيليا. وبعدين بقى نروح لمقادير الوصفة. معانا بقى بيضة، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من السمنة، معلقة صغيرة فانيليا، وهنقلبهم كلهم مع بعض. وبعدين هنزل بكوباية من الدقيق وعليها معلقة كبيرة من النشا وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. وهنلم بقى الدقيق مع الخليط مع بعض كده لما يعني يتعجنوا لمدة بس هو اللم، نلم بس الدقيق مش اكتر من كده. انا هنا طبعا عجنتها في الستاند ميكسر، وممكن تعجنيها على ايدك على طول. تمام. وبعدين معايا معلقتين بقى كبار من المية، هنزل معلقة معلقة. انا هنا خدت مني معلقة بس، طبعا حسب نوعية الدقيق. انا هنا خدت معلقة بس. وبعدين سبتها ترتاح بقى لمدة 10 دقايق. وبعدين فردتها على نشا مش دقيق. هفردها كده مستطيل وهساوي الاطراف. تمام. وهقطعها كده بقطعة البيتزا مستطيلات صغيرة، وفي زيت سخن بقى، سخن جدا احطها. ما ينفعش تحطيها في زيت بارد. جميلة جدا وفلافي وهشة وحلوة قوي وسريعة كمان. وطلعتها بقى من الزيت وحطيتها على طول في الشربات او العسل اللي عملناه. وده كده شكلها النهائي، وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.